اللهم استرنا تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين آمين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب. عاملين ايه يا حبايبي؟ لا ايه، رايقين وكويسين؟ تعال النهارده هنعمل مع بعضنا حاجة حلوة رمضان كده. هنعملكم الزلابية أو لقمة القاضي أو العوامات زي ما هتقولوا عليها قولوا، بس جميلة ومقرمشة وهتعجبكم خالص. يلا مع بعضنا كده نشوفوا. حطيت كوباية ونص مية دافية، وحطيت معلقتين سكر، وحطيت معلقة خميرة فورية. صلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. قلبتهم يا حبايبي قليبة كويسة كده مع بعضهم، ونزلت عليهم بكوباية دقيق. دي الخميرة الأولى يا جماعة، ماشي. ممكن تقعد معاكي ربع ساعة على حسب ايه المكان الدافي اللي انت هتحطيها فيه. صلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. جرب الزلابية دي بالمكون اللي مش هيخطر على بالك ده، حاجة كده مقرمشة وطرية من جوه، هتشوفيها بإذن الله هتعجبك. صلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنغطيها ونركنها على جنب، نسيبها ايه تخمر. ماشي حبايبي، دي الخميرة الأولى. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنجيب طبق جنبي كده او علبة او اي حاجة، حطيت فيها كوبايتين ونص دقيق منخول، انخلي دقيقك او حلليه يعني لازم. ماشي. هنحط كمان عليها يا غاليين 3 معالق نشا. صلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كمان هنحط عليها يا غاليين معلقة كستر. لو ما عندكش كستر حطي نشا وبس. ماشي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وهنحط يا حبايبي، خلوكم معايا كده وتابعوا الطريقة للآخر، وبالله عليكم اسمعوا الفيديو والإعلانات، ما تجيبوش دقيقة وتمشوا. وحطيت قبصة ملح أو رشة ملح، وقلبت كل المكونات دي مع بعضها. ماشي. فين المكون السحري اللي هتقولي عليه يا ام فارس؟ ادي يا غاليين المكون السحري، بطاطساية مسلوقة ما تكونش كبيرة. هنقشرها كده ونهرسها بالشوكة زي ما انتوا شايفين، لما نخليها معايا ناعمة زي الحريرة. ماشي. لو عندك هاند بلندر اطحنيها بيه، عندك شيء اعملي زي مفارس كده بالشوكة واعجنيها عجنة تمام لغاية ما تدوب معاكي خالص. ادي الخميرة الاولى بتاعتنا، بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين خمرت. هننزل عليها بالدقيق اللي انا حاطه كوبايتين ونص دقيق، 3 معالق نشا، ومعلقة كستر، ورشة ملح. ماشي حبايبي، صلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وهنحط المكون السحري الجميل ده. دي طريقة أمي في الزلابية يا جماعة، البطاطساية المهروسة. وهنقلب العجين كده زي ما انتوا شايفين لغاية ما يتلم. هنحط ربع كوباية دقيق مية دافية، وهنبتدي نطلع المضرب كده وهنعجن بإيدي. ماشي. أهم خطوة في الزلابية الخطوة دي، يعني إيه؟ تاخدي وتلتي فيها على قد ما تقدري. خلاص. أول حاجة حطيت كوباية ونص في الخميرة الأولانية، وفي الآخر لميت العجين بربع كوباية أو ربع كوباية ومعلقة حسب نوع الدقيق. أهم حاجة الخبيط ده في الزلابية، أهم حاجة اللد تلتيها كده شايفين، أهم حاجة دي عشان الزلابية هنيتك يدخلها هوا وتبقى معاكي إيه بسم الله ما شاء الله لما تجي تقطعيها. صلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. لازم اللتة دي بصوا، شايفة بتضرب العجين كده، تاخديه تحت ايدك لما يبقى معاك. بصوا القوام هنيها كمان لسه هنديها شويه، بس انا مليكه مطلع عينك. بصوا خدت كوبايه الميه شربتها هنا. بصوا اللتة دي لازم اللتة دي في العجين كده. لازم الزلابية تتعجن معاكي كده. وبإذن الله برضه هنعملها لك بطريقة تانية هتعجبك خالص من غير البطاطس. لو مش عايزة تعمليها من غير البطاطس استني كمان فيديو تاني هنعمل لك، وهنعمل لك حاجات حلوة رمضان كتير. بس بالله عليكم شجعوني، والمشاهدات ضعيفة خالص شاهدوا لي الإعلانات وحطوا لي لايك وشجعوني كده فضلا وليس أمر. الرب نجعل في ميزان حسناتكم ووقفتكم جنبي يا غاليين. تخليش الزلابية بتاعتك سايحة مية، الزلابية قوامها كده زي الكيكة. بصوا الضرب ده أوعية مليكة، شايفين القوام ده بتاع العجين. أنا عايزة الزلابية بالقوام ده. بصوا الضرب ده أهم حاجة في العجينة، الضرب ده. بصوا العجينة ادي القوام اللي أنا عايزاه. خلاص. هنغطيها كده ونسيبها تخمر على جنب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنا حطيت الزيت يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده. وهنجيب العجينة بتاعتي وهنبتدي ايه نخبطها خبطين كده. احنا كنا نقول عليها تضرب قلم.
كانت امي تقول تديها قلم شديد كده عشان تهبط الخمر هنيها، وبعد كده تبتدي تقطعي. انا يا حبايبي بنقطعها بايدي، بس هنوريكم لما تقطعيها بالمعلقه. بصراحه ما عرفتش انا نقطعها بالمعلقه، او مش ما عرفتش يعني ما عجبتنيش الدويره هنيها، ما عجبتنيش. هنقطعها لكم بايدي، وهنقطعها لكم لو ما تعرفيش بحاجه برضه هتخليها معاكم زي العسل. صلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. زي ما انتم شايفين كده انا عم بل ايدي ميه، ونبتدي نقطع العجين كده زي ما انتم شايفين. صلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ممكن برضه تبلي ايدك زيت. خلاص، وهنبتدي نقطعه كده زي ما انتم شايفين. صلوا على الحبيب. اعملي الزلابيه دي بطريقتك ده وبنفس المقادير وبالبطاطسايه، هتطلع معاكي جميله جميله وهتعجبك ان شاء الله. والله ما في احلى من حاجاتنا بتاعت زمان كانت امهاتنا تعملها. ربنا يبارك فيهم ويديهم الصحه ويخليهم يا رب، هم الخير والبركه. صلوا على الحبيب يا حبايبي. بالله عليكم ما تنسوا مشاهده الاعلانات والتعليق الحلو اللي هيفرحني. المشاهدات وحشه خالص يا جماعه، عايزاكم توقفوا جنبي كده. ربنا يبارك فيكم ويجعل في ميزان حسناتكم يا رب، ويبلغكم رمضان بالخير والهنا والسعد انتوا وعيالكم. امين يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب. امين امين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلى على الحبيب. معلش الجرس ده بتاع الفول يا جماعه، روايح رمضان كلها فاحت مره واحده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصي عن قلبك ده خفيف زي ما انتم شايفين. هنطلعها انا يا دوبك تاخد ايه كده لون ذهبي، بس هنا كان الزيت اسخن مني. ماشي، يعني يا دوبك خليها تاخد لون ذهبي خفيف كده، ما تخليهاش تحمر معاكي جوه. ماشي. صلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. الزلابية يا حبايبي بتحب تتحمر في زيت غزير. هتقولي يا ام فارس انت حاطه زيت قليل. معلش، انت لو ربنا موسع عليكي اعملي حطيها في زيت كتير. ربنا يوسع على الجميع يا رب ان شاء الله. ربنا يرزقنا ويرزقكم الخير والوفير. امين امين يا رب العالمين. شايفين يا حبايبي كده زي ما انتم شايفين معايا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على الحبيب. الزلابية بالطريقة دي يا حبايبي حلوة خالص. بإذن الله تجربيها وتعجبك وتكتبي لك ده في التعليقات إن شاء الله، وتخليها عندك وصفة معتمدة بإذن الله يا رب. بإذن الله لو الزيت غزير كتر على اللي حطاه أم فارس. ماشي. صلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. شوفوا مليكة مستنياني بالسحن بتاعها. جو برد والمنت قاعدين حوالين البابورة، منها متدفين ومنها مستنين الزلابية اللي هتطلع. بص كده يا دوبك كده واخده اللون كده. ماشي. صلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. مش هتعرف تقطع الزلابية وبتطلع منك مثلث ومربع وزي ما يقولوا اشكال فضائية. تعالى هنوريكي طريقة حلوة تقطعي بيها الزلابية بإذن الله هتعجبك وتبقى زي العسل. بصوا هنا ام فارس حاولت تعملها بالمعلقة، بس بصراحة ما عرفتش، ما فيهاش حاجة لما نجربه. مش ما عرفتش، هي بص الشكل بتاعها طلع ما عجبتنيش يعني، او انا ما عرفتش نتحكم فيها زين. الزلابية دي كانوا اخواتي عاملينها مشروع، كان اخويا يقطعها بسم الله ما شاء الله عليه بالمعلقة زي العسل. والله كان يعملها جميلة. بصي هتجيبي كيس عادي بتاع التلاجة، اي كيس عندك، وتحطي فيه كده وبالمقص. شايفين زي العسل، وفي دقيقة بسم الله ما شاء الله بتطلع معاكي. بس اهم حاجة ادي ضغطة واحدة للكيس كده. انا بصراحة البنت كانوا لخميني هنا، كنت خايفة من الزيت وكان الزيت يسخن، كانت مليكة مطلعة روحي. بس بصوا بتطلع جميلة ازاي. بل المقص في الزيت، بل المقص في الزيت كده وقطع بيه. جميلة جميلة خالص، وطريقة حلوة وسهلة. والله لو مش بتعرف تطلع الزلابية معاكي متدورة. بصوا الزيت اسخن معايا هنا خالص، فهنوطي النار على الزيت ونسيبه يبرد شوية، وبعد كده هنقطع معاكم. شايفين بسم الله ما شاء الله. هي ضغطة واحدة العجينة بتاعتك مظبوطة، وهتنزل معاكي بسم الله ما شاء الله زي العسل. بس امشي على نفس المقادير. بس للأمانة أخويا الزلابية اللي كان يبيعها كانش يحط فيها بطاطس. أنا هنعملكم برضه الطريقة الثانية اللي كان يعمل ويبيع بيها. ربنا يوسع عليه وعلينا وعلى كل الناس يا رب. كان يعمل زلابية والبوظة أو السوبيا زي ما احنا هنقولوا عليها عندنا يعني. ماشي. صلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصوا الزيت سخن. بصوا مليكة ملهياني راحة جاية خايفة الزيت يتكب عليها. بصوا ماسكة في رجلية، ماسكة يعني واعرة. الحمد لله على كل حال. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. شايفين
انا عملت الشربات بتاعها بس مش عارفة بصراحة ليه ما تحطش في الفيديو. هنبقى هنعمل لكم الشربات بتاعها مرة تاني ان شاء الله. هي بإذن الله كده. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كوباية ونص سكر على كوباية مية، خلاص، وتسيبيه يغلي لمدة 5 دقايق. الشربات بتاعها ما طلعش معايا في الفيديو او ما تحطش، انا ما عرفتش نحطها يعني. فبإذن الله هنبقى نعمل لكم في روتين تاني ونحط لكم معاه حباية زلابية عشان تعرفوا ان هو ايه تبع الزلابية بإذن الله يعني. ماشي حبايبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على الحبيب يا حبايبي، صلوا على الحبيب. شايفين الزلابية بالكيس طلعت صغنونة وحلوة كده الحجم اللي انت عايزاه. بصوا حبايبي هنا هنسخن الزيت وهنقليها مرة تاني. هتديكي قرمشة وهتطلع معاكي في الشربات جميلة جميلة خالص. بصوا صلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بكوبايتين دقيق في البيت هتشكلي لعيالك وتعملي لهم بسم الله ما شاء الله احلى حاجة. الزلابية بقيت مولعة نار برا وبقيت غالية، كل حاجة بقيت غالية، على قد ما نقدر ونعمله في بيتنا لعيالنا. والله طلعت لونها جميل بس الكاميرا ظلمة. بصوا الشربات طلعتها حطيتها على الشربات على طول. شايفين حبايبي؟ هنحمر حباية حباية كده عشان ايه تطوى هنيتك او الطاسة يعني ما تتعباش خالص. وادي بنتي قلبانها جنبي في الشربات، قلبيها كده دقيقتين 3 لغاية ما تشرب. بصوا من برا ما كانش فيها اي اثر للشربات، من جوا تفتحيها الله اكبر بسم الله ما شاء الله شربة الشربات وزي العسل. شايفين؟ صلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. المصفاية اللي تحطي فيها الشربات ما تحطهاش في الزيت تاني. انا حطيتها غصبت عني يا جماعة عشان الطاسة كانت حمرت جنبي وكانت مليكة زي ما انتوا شايفينها قاعدة في الركن كانت لهياني. بس المصفاية اللي انت تحطيها كده في الشربات خلي واحدة للشربات وواحدة للزيت، ماشي؟ ما تحطيش من الشربات للزيت يا حبايبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ايه رأيكم في الحلاوة وفي الجمال ده؟ طالعة شاربة الشربات هنيها وشكلها جميل. حطوا لايك للصعيدية وقولوا لها تسلم ايدك لو عجبتك، قولي تسلم ايدك يا صعيدية. ولو وصلت معايا لغاية هنا صلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ايه رأيكم عاد؟ ايه رأيكم؟ بسم الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. صلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. لازم تاخد اللون الذهبي الجميل ده. بصوا شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوة؟ بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلوا على الحبيب يا جماعة. عملت كمان الشوكولاتة في البيت، حطيت نص كوباية لبن ونص كوباية سكر ومعلقتين كاكاو ونص كوباية زيت وفي الخلاط عملت لهم أحلى صوص شوكولاتة جميل جميل خالص. حطيت لهم على الزلابية وكلنوا فرحا بأقل حاجة من بيتك، ولا كلفتي ولا طلعت ولا دخلتي. ايه رأيكم عاد في الحلاوة والجمال ده؟ دي بالشربات ودي بالسكر وهنعملكم كمان بالشوكولاتة. بالشربات يا حبايبي عشان تشوفوها معايا. بصوا الشربات بتاعها جميل ازاي. صلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. واللي بالسكر طرية وجميلة واللي بالشربات مقرمشة وزي العسل. بالهنا والشفا يا رب. انا بصراحة بنحبه مسكر اكتر، بنحب اللي بالسكر بودرة اكتر. بصوا الجمال، بصوا قلبها من جوا. ايه رأيكم عاد؟ مفرغة بصوا مليكة هتقولي هاتي واحدة. شايفين ايد مليكة؟ شايفين؟ لو وصلت لغاية هنا قولوا لي ادي المليكة واحدة. وادي الصوص اللي انا عملته يا حبايبي زوقت لهم بيه كده. وباذن الله هننزلكم طريقة الشربات برضه مع الزلابية عشان تبقوا فاكرينها. لو عايزين الشربات اكتبوا لي، لو عايزين اي حاجة تاني نعملها لكم اكتبوا لي في التعليقات. ايه رأيكم عاد في الحلاوة والجمال ده؟ يلا لو عجبتكم قولوا تسلم ايدك يا صعيدية. وادي الزلابية الصعيد الشحط محط اللي عملتها لكم فارس النهارده هتعجبكم وهتعتمديها في رمضان على طول ان شاء الله. ربنا يجعل شهر سعيد وبخيت علينا وعليكم وعلى العباد ويعود علينا بالخير والبركة يا رب. مع الف سلامة يا حبايبي.